السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة معانا وصفة سهلة وبسيطة وسريعة، عملتها معاكم في القناة في الفرن، ولكن هنعملها المرة دي على الشعلة من فوق. عندنا كده فرختين صغيرين خالص زي اللي بنجيبهم للحشو، صغيرين خالص زي بتوع الحشو ده، هم بتوع حشو اساسا، وانا حشويهم النهارده اهي. اللي هي الفرخه بتبقى كيلو الا ربع كده اهي، دي كده او كيلو اهي. فرخه صغيره مفتوحه، وطبعا نقعاها وغسلاها ونقعاها في خلاص حفظته. ملح وسكر ليمون وطحينه، ملح وسكر ليمون وطحينه ودقيق. معايا البهارات الجميله ديت، معلقه كبيره قوي سماق وهو النجم بتاعنا، زعتر، توم باودر، بصل باودر. بهارات الطواجن اللي انا قلت لكم عليها في برام الرز وفي الطاجن اللحمه شعره قرفه، فلفل اسمر، معلقه سكر عشان ما عنديش العسل النحل خلص فحطيت بداله معلقه سكر، ربع معلقه كزبره ناشفه، بهارات فراخ، ملح. تاني، معلقه سماق كبيره، معلقه زعتر، توم باودر، بصل باودر، بهارات الطواجن اللي قلت لكم عليها، وشعره قرفه، فلفل اسمر معلقه صغيره، معلقه سكر صغيره، نص معلقه كزبره، بهارات فراخ، وملح. وهحط التوابل دي كده كلها الجميله دي على الفراخ كده. وزي ما قلت لك النجم بتاعنا النهارده هو السماق، النجم بتاعنا النهارده هو السماق. وكمان حاجه تانية، السماق ودبس الرمان. انا عندي كده المعلقه دي مش معلقه، دي معلقه صغيره خالص، بس انا زودتها شويه خل عشان تنزل من ازازه. احط برده معلقتين سماق كبار. ولو عندك صويا صوص، الصويا صوص خلصت من عندي، لو انت عندك صويا صوص حط لها معلقه كبيره او معلقتين. وعندي كده معلقه زيت كبيره. يبقى حطينا دلوقتي سماق، حطينا دبس رمان قصدي مع البهارات دي، دبس رمان و شويه خل، لان الحبه الاولانيين كانوا عليهم خل عشان ينزلوا ازازه. يبقى معلقه خل، معلقتين 3 دبس رمان، ومعلقه زيت واحده، زيت نباتي، الزيت اللي انت عايزاه. وهسيبها كده في التتبيله اقل حاجه ساعتين. انا بصراحه بحب انقع قبلها بيوم، بس النهارده ما لحقتش، فهسيبها ساعتين 3 4، اقل حاجه ساعتين كده. هو تفضلي تدعكي فيها كده لحد ما التتبيله تخش في كل حته، شايفه كده كده في كل مكان كده اهي. بصي تخش فيها في كل مكان، قاعد فيها وتتبليها بالتتبيله الجميله دي اهي. وهنعملها زي ما قلنا على الشعله من فوق. طب فين مفيش بصل؟ لا انا حاطه بصل باودر وتوم باودر، عشان طالما هعملها على الشعله من فوق عشان ما تحرقش مني، يبقى هو كده كل حاجه باودر افضل. هنسيبها تتنقع بقى، هغطيها بستريتش او بكيس نايلون او باي حاجه، واحطها في التلاجة واسيبها تتنقع. ولما تتنقع هنشوف مع بعض هنعمل ايه وهنقدمها ازاي ان شاء الله. كمان ممكن تحطي معلقه سمسم في التتبيله ديت، بس انا مش هحط، بس ممكن تعمليها برضو بمعلقه سمسم، هتدي منظر حلو قوي. يا حبايبي الفراخ بتاعتنا نقعتها 4 ساعات ونص بالظبط. جبت الجريل كده، سخني الجريل قوي 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 الاول، يعني تسخنيه من غير ماده دهنيه الاول. تحطي معلقه سمنه كده ومعلقه زيت، وبعدين هننزل بالفراخ المتبله الجميله دي على الجلد يبقى منه تاني. هنسخن الجريل كويس جدا، وبعدين نحط المادة الدهنية وننزل بالفراخ على الجلد. شايفين منظرها عامل ازاي، جميل ازاي. تحركها بقى لما تاخد لون من تحت، لون، وبعدين اوطي عليها بعد كده، اوطي عليها كويس جدا. دلوقتي اخليها على العالي لحد ما تاخد لون، وبعدين ابقى اوطي عليها. بصوا يا حبايبي، بعد ما خدت لون جميل كده حطيت بقيه التتبيله عليها، وكل ده النار لسه عاليه. اغطي كده واوطيها خالص وهسيبها. يبقى بعد ما خدت لون حطيت بقيه التتبيله عليها ووطيت
خالص، وهسيبها بقى لما تاخد لون تاني من هنا ومن هنا، وهتاخدي احلى فراخ جميله. وكمان هنفحمها. شايفين الجمال؟ ابتدت تشرب التتبيله، ابتدت تحمر تاني. ولونها دوت من دبس الرمان، اللون الجميل دوت. الفراخ بقت زبده زبده، بس انا مستنياها تاخد لون عن كده كمان. مش عارفه، بصي هشيلها، خايفه اشيلها اهي تتعمل تاني. بصي عايزاها تاخد لون اشد من كده كمان، شكلها حلو قوي قوي. شربت التتبيله، استوت فيها، وابتدت تاخد اللون العظمه اللي انت شايفاه ده. الفراخ بقت جاهزه. هاخد بقى الفحم، انا حاطه لها طبق صغير كده ستانلس، عامله لي فحم مخصوص من القهاوي اللي بغطي بيه الايه، كوبايات كده في القهوه. انا عامله طبق ليها كده مخصوص، ماشي. وهحط عليها كده، ومن القلب نفسها دي كده هاخد شويه زيت من اللي انا كنت حطاه، وهحط كده واقول ايه، وبعدين اوريها لكم بقى لما نقدمها. ودلوقتي يا حبايبي هنطلع العظمه دي كده بقى ونقدمها. شايفه الجمال؟ شايفه لونها؟ شايفه منظرها عامل ازاي؟ بصي بصي منظرها عامل ازاي؟ شايفه الجمال؟ اهي شايفاها؟ شايفه منظرها؟ شايفه جمالها؟ دايبه بقى، دايبه. بصي اهي دايبه. انا مش عايزه ان انا اقطعها عشان لسه ما صورتهاش، بس بصي المنظر اهو. بصي المنظر عامله ازاي؟ دايبه دايبه. اول حاجه لانها صغيره، تاني حاجه لانها اتبلت كويس جدا. لو عجبك الفيديو متنسينيش في لايك والشير عشان يوصلك كل ما هو مفيد وجديد وعلى قد الايد مع قدوره فود على اليوتيوب، قدوره بالعربي، فود بالانجلش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.